اهلا وسهلا ومرحبا بكم معايا من جديد. كنتمنى يلقاكم هذا الفيديو بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال. اليوم جيت نشارك معكم تريد او الرفيسه المغربيه التقليديه على حقها وطريقها اللي كتجي غزاله في هذا البرد هذا. ندوزو نتعرفوا على المقادير وطريقه التحضير. بسم الله على بركه الله. عندنا بالنسبه للمقادير كما كتشوفوا عندنا واحد الفروج بلدي اللي كنكونوا غاسلينه مزيان ومرقدينه في المحامض والملحه. دائما المقادير على حسب عدد الافراد الاسره. وعندنا هنا كما كتشوفوا العدس اللي حتى هو بطبيعه الحال منقينه وغاسلينه. واحد الراس الثومه حتى هو كنغسلوه لان غادي نديروه بالقشره ديالو. عندنا جوج حبات ديال البصله حمرين كما كتشوفوا. وبالنسبه للعطريه عندنا الخرقوم عارق تقريبا واحد المعلقه صغيره، معلقه صغيره ديال سكينجبير، نص معلقه ديال البزار، ونص معلقه الا كان عندكم المساخن اولا راس الحانوت، وشويه ديال زعفران شعره، ونص معلقه ديال السمن، وبطبيعه الحال الملح. كما كتشوفوا راه نتوما على حسب عدد الافراد ديال الاسره ديالكم اولا القياس ديالكم. انا هنايا درت غير النص ديال هذا الفروج هذا، النص الكثير هو اللي درت. كندير عليه ديك العطريه كامله الثومه كنقسمها غير على 4 كما كتشوفوا. وديك البصله راه كنقطعها كما كتشوفوا كتجي باينه. بالنسبه للزعفران اللي ما عندوش كيدير ديك دويمتي ديال الزعفران حتى هي كتجي مزيانه. غير هو زعفران راكم عارفين حتى هو كيعطي واحد المذاق زوين وصحي بالنسبه لهذا البرد هذا، يعني راه فيه الدواء كما كنقولوا. كنقشلض اولا كنقطع ديك البصله كما كتشوفوا عليه، وغادي ندير عليه تقريبا واحد نص كاس ديال زيت الزيتون. ما كنكثروش كما كتشوفوا ليدام لان هذا الفروج باقي غادي يطلق ليدام ديالو. فيه معلقه ديال السمن، وبطبيعه الحال راه المسمن حتى هو كيكون طايب في الزيت. كندير عليه هنايا واحد نص كاس ديال الماء، وغادي نديرو فوق النار، غادي نشعل عليه ونخليه حتى كيتشحر وتدخلوا ديك العطريه مزيان. هنا كما كتشوفوا عندي واحد شويه الحلبه غادي نطيبها بوحدها، ما غاديش نطيبها مع لاصوص. درت معها هنا غير واحد طريفه البصله غير باش ملي تجي تغلي ما تبقاش يعني عندي غير ريحه الحلبه. غادي نشعل عليها ونخليها كطيب على عافيه مهيله. هنا الفروج ديالي كما كتشوفوا من بعد ما تشحر عاود تقلبته على الجهه الاخرى ورويت عليه كما كتشوفوا. غادي نسد عليه حتى كنحس به راه طاب. عاد من بعد غادي نجبدو، غادي نضيف عليه كما كتشوفوا هذا الراس ديال الثومه والعدس بطبيعه الحال كما قلنا اللي مغسول، يعني راه حنتاش بلدي. غادي نخليه حتى كيطيب باش ما يدقدقش لينا اولا يبقى لينا داك العدس باين. ما بغيناش داك العدس يطيب بزاف. غادي نسد عليه كما كتشوفوا. من بعد ما غادي نضيف عليه واحد الحزمه ديال القزبر ومعدنوس، وغادي نسد عليه ونخليه حتى كيطيب على جنب. هنا ما شاركتش معكم التريد لان عندي انا هنايا في الفريغو. هذا صراحه ماشي ديالي، هذا التريد ديال الوالده ديالي الله يخليها ليا ويطول ليا في عمرها ويعطيها صحيحه يدياتها. ها هو كما كتشوفوا راه تحلفي عليها راه الورقه هذه ماشي التريد. صراحه كيفاش كيجي راه كيجي غزال كما كتشوفوا. عجبوني انا هاد الورقات هادو كما كتشوفوا عزلتهم. غنقول لكم ورقات لان هادو راه ماشي تريد، راه تحلفي عليها راه الورقه ديال البسطيله. خليت هادو اللي محمرين هما اللي غادي ندير في التريد، وهادو غادي نخليهم حتى نعمرهم هكذا بشي حاجه. نديرهم هكا بسيطلات صغار اولا نديرهم هكذا سيجار ولا بريوات هكذا راه كتجي زوينه. هنايا راه كانت عندي في الفريغو وها هي غادي نطويها قدامكم. راه ما كتجرى ليها حتى شي حاجه، باقا هي كما كتشوفوا ما كتهرس ما حتى شي حاجه. ها هي انا عزلت هادو كما كتشوفوا اللي بيضين غادي نخليهم على جنب، وغادي نقطع هادو اللي محمرين كنقطعهم بالمقص اولا تقطعوهم بيديكم نتوما وعلى حسب الذوق ديال كل واحد. انا غادي نقطعو هكذا بالمقص كيجي المنظر ديالو بهذا الشكل هذا وكيجيو متساويين. كتجيبوا واحد طاوه اولا مقله وكتشعلوا عليها يا اما الفران ولا ديروه في مقله وتبقاو تحركوا غير بشويه كما كنقولوا كتقلبوا فيه غير بشويه بشويه حتى كيسخن. راه واحد الخطا كيديروه بزاف ديال الاخوات كيفوروا هذاك اللي كيتفور راه كيتعجن كيجي معجن. هذا راه كيبقى محلول واخا كتسقيه كتبقى الورقه محلوله على اختها. هو كما كتشوفوا هنايا انا درتو غير فوق البوطه في مقله كبيره كما كتشوفوا وناقص عليه، وغادي نخليه راه كيولي بحال يلاه طاب وكيجي زوين.
هاد العمليه هادي ما نديروها حتى نحسو بلاصوص ديالنا راه طاب، يعني نقربوا نسقيوه. هنايا راه تقريبا راه لاصوص ديالي هو هذاك، راني دقتو تقريبا هو هذاك. غادي نجيب الطبسيل ديالي اللي غنسقي فيه. هنايا راه غسلته بالماء سخون باش يكون الطبسيل سخون، يعني ما يكونش بارد، باش يبقى لينا التريد ديالنا سخون صافي. وهنايا غنزربو في هاد المرحله هادي باش نسقيوه وهو سخون. غادي نفرش كما كتشوفوا واحد الطبقه وغادي نسقي عليه. عاد من بعد غادي نغطي عليه بالطبقه الثانيه باش هكا كنضمن راه الوسط تيجيني يعني كما كنقولوا مسقي صافي. وغادي نكمل التسقيه ديال التريد ديالي العادي كما موالفين كنسقيوه. كندير كما كتشوفوا داك الدجاج من الفوق وداك الراس ديال الثومه كما كتشوفوا راه ما تفرتت ما حتى شي حاجه، بقى لينا مجموع. وها هي الحلبه ديالنا من بعد ما طابت حتى هي كيفاش كتجي، راه كبقات حتى هي مجموعه، يعني ماشي طابت حتى تمحات، راه خليناها كما كتشوفوا كتجي على هذا الشكل هذا. درناها في طبيصلات باش هكذا اللي بغاها غادي يهز، يعني هكذا احسن من ملي كطيب مع لاصوص. كاين اللي كيبغيها كاين اللي ما كيبغيهاش، هكذا اللي بغاها كيهزها كيديرها هكذا مع العدس وكياكلها. راه كتجينا غزاله بهذه الطريقه هذه. نتمنى هذا الفيديو يعجبكم وينال اعجابكم، وما تبخلوش على اختكم بالتعاليق ديالكم الغزاله. وكنقول لكم شكرا لكم، وإلى اللقاء، مع السلامة في فيديو قادم إن شاء الله.